عودة الأمطار والثلوج للمغرب، ومسؤول بمديرية الأرصاد الجوية يوضح. توقع الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية نزول أمطار وتساقطات ثلجية بعدد من المناطق المغربية اليوم السبت وغدا الأحد. وقال يعابد أنه من المنتظر أن يظل الطقس باردا شيئا ما خلال الصباح والليل بمناطق مرتفعات الأطلس، السهول الداخلية، الريف والمنطقة الشرقية، مع تكون صقيع محلي. كما يرتقب نزول أمطار متفرقة غدا بمنطقة طنجة اللكوس، الريف والغرب، وستمتد تدريجيا خلال الليلة القادمة بشرق الواجهة المتوسطية، السايس والماس، الشاوية، شمال مرتفعات الأطلس المتوسط ودكالة. وتوقع يعد أيضا نزول بعض القطرات المطرية التي ستهم مرتفعات الأطلس الكبير مع تساقطات ثلجية بقمم المرتفعات. وبالنسبة ليوم الأحد المقبل قال يعابد إنه من المرتقب استمرار الأجواء الباردة نسبيا مع احتمال لتشكيل الصقيع محليا في الصباح والمساء في مناطق الأطلس والمناطق المجاورة لها مثل الريف والهضاب الشرقية والجنوبية الشرقية. وستهم بعض الأمطار الضعيفة المناطق الشمالية للبلاد، خصوصا مناطق طنجة واللكوس والغرب والسايس والماس والريف ومناطق الأطلس المتوسط والشمال الشرقي للبلاد، مع احتمال لتساقط الثلوج على قمم الأطلس المتوسط والريف.